أهلا بيك في قناتك كادر 5 في 5. في عالم المافيا مفيش صاحب بيتصاحب، كل خطوة فيها دم وكل غلطة بتدفع تمنها بالرصاص. العصابات مش مجرد ناس بتتخانق على فلوس، دي إمبراطوريات بتتبني على الخيانة والولاء والدم اللي بيترش في الشوارع. في أفلام دخلتنا جوه عقل المجرم وورتنا إزاي بيبدأ من الصفر لحد ما يبقى ملك الجريمة، بس دايماً النهاية واحدة، يا إما خيانة يا إما قبر. النهاردة هنتكلم عن أقوى 5 أفلام في عالم المافيا، أفلام خلت العالم كله يعشق الفوضى، العنف والانتقام، وكل مشهد فيها بيخليك تحس إنك جزء من اللعبة. بس خليك فاكر، في لعبة العصابات اللي بيطلع فوق عمره ما بينزل إلا جثة. Well, we'll see about that. John Dillinger has given us a second Public chance Enemies to get 2009، بطولة جوني ديب، كريستيان بيل، إخراج مايكل مان. الإيرادات 214 مليون دولار. الترتيب في البوكس أوفيس أول أسبوع المركز الأول. تقييم IMDb 7.0 على 10. تقييم الجمهور روتن توميتوز 96%. الفيلم بيحكي عن المجرم الأسطوري جون ديلينجر اللي كان رمز للعصابات الأمريكية في فترة الكساد الكبير، واللي الشرطة الفيدرالية نفسها كانت بتطارده بكل قوتها. الجو العام للفيلم واقعي جداً، اشتباكات، بنادق تومي الشهيرة وسرعات مطاردات بتخليك تحس إنك في قلب معركة حقيقية. رأيي الشخصي، تحفة بصرية ودرامية. جوني ديب لعب الدور بأسلوب يخليك متعاطف ومشدود في نفس الوقت، من أجمل أفلام العصابات الحديثة. The Untouchables 1987، بطولة كيفن كوستنر، شون كونري، روبرت دينيرو. إخراج برايان دي بالما. الإيرادات 106 مليون دولار. الترتيب في البوكس أوفيس أول أسبوع المركز الأول. تقييم IMDb 7.9 على 10. تقييم الجمهور 89%. بيحكي عن الصراع الحقيقي بين رجل القانون إلياك نيس وزعيم المافيا آل كابوني في زمن الحظر بأمريكا. نيس بيكون فريق The Untouchables علشان يواجه إمبراطورية الكحول اللي سيطر عليها آل كابوني. رأيي الشخصي، تحفة كلاسيكية فيها توازن بين الأكشن والعظمة. أداء دينيرو وشون كونري يخلوك تحس إنك بتتفرج على التاريخ نفسه. سكارفيس 1983، بطولة آل باتشينو، ميشيل فايفر. إخراج برايان دي بالما. الإيرادات 66 مليون دولار. الترتيب في البوكس أوفيس أول أسبوع المركز الثاني. تقييم IMDb 8.3. تقييم الجمهور 93%. بيحكي عن توني مونتانا، مهاجر كوبي وصل أمريكا من الصفر وقرر يوصل للقمة عن طريق تجارة الكوكايين. قصة صعود وسقوط مليانة عنف وجنون وجمل بقت خالدة في تاريخ السينما. رأيي الشخصي، من أكتر الأفلام تأثيراً في ثقافة العصابات. آل باتشينو عمل دور تاريخي، والفيلم كله طاقة وغضب ودم. And the government is on the attack. You want to be a part of this fight? A part of this history? Whatever you need me to do, I'm available. The Irlandish، بطولة روبرت دينيرو، آل باتشينو، جو بيشي. إخراج مارتن سكورسيزي. الإيرادات 171 مليون دولار. الترتيب في البوكس أوفيس أول أسبوع المركز الأول على نتفليكس. تقييم IMDb 7.8 على 10. تقييم الجمهور 86%. بيحكي عن فرانك شيران، قاتل مأجور بيحكي رحلته الطويلة مع المافيا الأمريكية وعلاقته بالزعيم العمالي جيمي هوفا،
وسط شبكة معقدة من الدم والخيانات. رأيي الشخصي: فيلم ملحمي بمعنى الكلمة، تمثيله واقعية يخليك تحس إنك بتعيش التاريخ فعلاً. Sooner or later he's gonna find out who I am and he's gonna kill me. I can get the rat. You just gotta let me do it my way. الديبارتد 2006. بطولة ليوناردو دي كابريو، مات ديمون، جاك نيكلسون. إخراج مارتن سكورسيزي. الإيرادات 291 مليون دولار. الترتيب في البوكس أوفيس أول أسبوع: المركز الأول. تقييم IMDb 8.5/10. تقييم الجمهور 94%. بيحكي عن حرب عقلية قاتلة بين شرطي متخفي داخل المافيا وواحد من رجال المافيا مزروع جوه الشرطة. لعبة خطيرة من الخداع والتجسس، كل لحظة فيها توتر وانفجار محتمل. رأيي الشخصي: سكورسيزي هنا عمل تحفة نفسية وعصابات في نفس الوقت. مفيش لحظة هدوء أو ملل، كله توتر وأداء تمثيلي عالي جداً.